في خلال ال7 دقايق الجاي هتعرف حل مشكلة التراكمات. أنا قعدت من شهر 11 لغاية شهر 1 براكم لحد ما بقيت براكم كل مادة على الأقل 3 محاضرات، ودلوقتي خلصت حوالي 70% من التراكمات في خلال شهر 1 بس. شو بدي أقول لك عملت إيه وإزاي حليت المشكلة بأقل وقت ممكن ولحقت جديد بفضل الله. التراكمات بتواجه معظم أو كل الطلاب، بس بعد الفيديو دي هتخلص من المشكلة دي، بس لازم تتبع الخطوات دي من النهاردة من قبل بكرة. أول مشكلة واجهتني أنا مش عارف أبدأ منين وإزاي أعرف أهم الحاجات اللي لازم أخلصها في الأول. جبت ورقة كتبت فيها كل المواد والتراكمات اللي في كل مادة، مثلا عربي من المحاضرة 10 ل16، أحياء فصل تكاثر، فيزي فصل 3 أو رابع، كيمياء فصل رابع، إنجليزي مثلا من يونت 3 لغاية يونت 6، وهكذا. رتبت إن كل يوم مادتين، مادة لغة ومادة صعبة أو مادة مش من اللغات، زي عربي وفيزي، عربي وكيمي، إنجليزي وأحياء، يعني نفس الكلام. بس إزاي عملت جدول بتاع كل أسبوع وقدرت ألتزم بيه، وإزاي تقدر تعمل جدول اللي تقدر تمشي عليه وما يكونش صعب. بعد ما جربت جدول الشهري وفشل، اكتشفت إنه أفضل جدول هو الجدول الأسبوعي واليومي، 7 أيام والجمعة معاني، عشان أنت معكم يا حبيبي. أنا أخذ كل مادة 2 أو 3 في الأسبوع على حسب كمية التراكمات في المادة دي. عملت جدول 7 أيام وكل يوم جنبه 3 مربعات، وحاول ودي تكاي هتعجبك قوي، حاول تخلي المادة ما تكررش يومين ورا بعض عشان ما تزهقش منه. خلي المادة مثلا السبت مادة، يوم الثلاث اللي بعده ذاكرها تاني، ما ذاكرهاش يوم الأحد. بس واجهتني مشكلة كبيرة جدا، أنا مش عارف إيه الفصول أو الأبواب اللي لازم أهتم به وما أعملهاش سكيب، أو الفصل اللي لو ذكرته هيأثر على الفصول اللي بعدي، ولو ما ذكرتهوش مش هفهم الفصول التاني. فأنا هقول لك الخلاصة في ال5 مواد. أول حاجة العربي، لازم تسمع المحاضرات كلها بالترتيب اللي نزل في المنصات اللي أنت بتشترك فيها أو في الدرس اللي أنت بتاخده. ما ينفعش خالص تعتمد إنك أنت تعمل تخطي المحاضرة، إنه كله مترتب على بعضه. وكده كده العربي سهل، تقدر تاخد محاضرتين في اليوم عادي جدا وتخلص 6 محاضرات في أسبوعين أو أسبوع واحد بس. يعني لو أنت ماكن 6 محاضرات في العربي تقدر تخلصهم في أسبوع، 3 أيام كل يوم محاضرتين، سهل جدا. ثاني مادة الأحياء، كفصل أو الفصول الدعامة والحركة ملاش علاقة باللي بعد، ولكن الهرمونات ليها علاقة شوية بالتكاثر والمناعي، ليهم علاقة ببعض. لكن لو انت هتعتبر انك انت داخل كل فصل وحده وعايز مثلا ماكم هرمونات ومدرسين في التكاثر او ماكم تكاثر ومدرسين في المناعي، عادي جدا تاخد محاضرتين مع بعض في نفس الاسبوع، محاضرة مناعي ومحاضرة تكاثر، مش هتأثر معاك وهتبقى فاهم الدرس عادي. لو انت خدت الهرمونات وخلصتها وبدأت تكاثر هتفهم التكاثر بنسبة 100%، لكن ما خدتش هرمونات وخدت تكاثر تفهمها مثلا بنسبة 80-70%. هنخش على المادة الثالثة اللي هي الكيمياء. الكيمياء مفيش فصل ليه علاقة بالتاني، مفيش، حرفيا مفيش فصل ليه علاقة بالتاني. لما مثلا الفصل الرابع وعايز تبدأ عضوية، خد محاضرة عضوية ومحاضرة فصل رابع في نفس الأسبوع، أو أي فصل تاني عادي جدا ملهمش علاقة ببعض. فأنت عادي جدا تاخد فصلين في نفس أو بابين مع بعض في نفس الأسبوع. إذا خشوا في الفيزياء، أول فصل ملوش علاقة كبيرة جدا بالفصل اللي بعده، فأنت لو راكم أول فصل أنا شايفه صعب، عشان الفصل الأول بدأنا بيه السنة وبدأنا بحماس، فبنسبة كبيرة معظم الطلاب خلصوه. ولكن لو أنت راكمه تقدر تاخد الفصل اللي بعده وتاخد محاضرة فصل أول مع محاضرة فصل تاني، محاضرة فصل الأول وهكذا وهكذا، تلقى نفسك خلصت الفصل الأول وماشي مع المدرس بتاعك لحد ما توصل الحديث. أنا مش عارف الحديث ليه علاقة بالفصول اللي قبلي، بس بنسبة كبيرة ملهاش علاقة. فأنت تقدر تاخد لو بدأ حديثي تاخد محاضرة حديثة مع محاضرة كهربية
وتمشي الموضوع يبقى عادي جدا، مش هتحس بفرق يعني. أنا لسه بدأتش حديثا فمش عارف ايه نظامها يعني. آخر مادة الإنجليزي. الإنجليزي تنقسم إلى 3 أقسام: كلمات، جرامر، وقصة. وطبعا مش هنتكلم عن القصة. الكلمات لو أنت كل يوم تحفظ لك جزء من الوحدة وتحل عليه وهكذا لمدة أسبوع، فأنت في أسبوع مثلا خلص لك وحدتين حل وكلمات يعني كحفظ كلمات وحل عليه، تخلص وحدتين في الأسبوع. فأنت في خلال 4 أسابيع تكون مخلص 8 وحدات. فأنت كلمات، إحنا لسه ما دخلناش في جرامر. لو عايزين فيديو إزاي تحفظ كلمات إنجليزي بأسهل طريقة والكلمات تثبت في مخك بس أنت محتاج تراجع عليها فقط، اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات عايز في كذا، وأنا بإذن الله هعملها في أقرب وقت. هخشوا في الجرامر. الجرامر هو محاضرة وحل عليه بس، مش محتاج منك غير ديت يعني. أنت مش محتاج منك تكرار في الجرامر عشان ديت قاعدة ثابتة أنت هتفهمني هتحل عليها الأسئلة اللي موجودة في الكتاب. بس أهم حاجة خد كل أسبوع مثلا وحدة، فس 12 وحدة هم. أنت لو معك مثلا حاليا إحنا في السابعة مثلا معك 6 وحدات تخلصهم كل أسبوع وحدة، وتمشي مع المدرس يعني تاخد وحدتين، واحدة جديد وواحدة قديم، واحدة جديد وواحدة قديم، وهكذا هتلقى نفسك في نهاية الترم الثاني وبداية المراجعات أنت مخلص منهج جرامر منهج كلمات، وبتبدأ مراجعات مع المدرسين عادي جدا، ومش هتحس بفرق مع المدرس. كان عندي مشكلة اللي هي الحل. أحل كديه على كل مادة، أحل كتاب ولا كتابين ولا 3 ولا إيه. بص أنا عملت كديتي وأنت اعمل اللي أنت عايزه. العربي بالنسبة لي كتاب محمد صلاح وافي جدا جدا وكافي بالنسبة لك. في أسئلة كتير لو حليت على الواجب وحليت مثلا عايز تحل زي حل الأسئلة بتاعت تختبر نفسك مع الامتحان بتاع كل محاضرة كمية كبيرة جدا وبتحل كتير جدا. فأنت مش محتاج تحل مع كتاب محمد صلاح كتاب تاني غير في المراجعات النهائية بإذن الله. باقي المواد هتحل كتاب واحد بس ما عدا الأحياء، هتحل مع كتاب المدرس بتاعك كتاب الامتحان، وهكذا لغاية آخر السنة. في المراجعات النهائية أكيد بتزود يعني، مش بتحل كتب قليلة، بتحل أكتر في المراجعات النهائية بإذن الله. معك الفيزي حاول تحل كتاب الامتحان أو التفوق أحسن من كتاب المدرس بتاعك كتير. والكيمياء حل كتاب المدرس بتاعك، والإنجليزي حل كتاب المعاصر أو جيم على حسب اللي معاه، كافيين ووافيين جدا. في النهاية ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان أكمل في المحتوى دي، وصلي على النبي وشوف الفيديو اللي ظهر لك على الشاشة هيفرق معك جدا، لأن اليوتيوب بيقول لك شوفه. يلا سلام.